انت بتقول ايه يا باشمهندس؟ الاسطى رفيق ملك الطريق بيسوق غلط، وبعدين ايه يا قائد يا قائد اللي انت عمال تقولها لي؟ كده السلام هندسة. احمد دلوقتي خلص النظري بتاعه وهينزل يعمل نزله على انهي عربيه. الله يسلمك يا عبد الرحمن، هو عميل كويس، ممكن ننزل على التويوتا، ينزل على الاربيون، مفيش مشكله. روح دلوقتي يا عبد الرحمن. سلامتك يا قائد. كفيتنا عطلة طول اليوم يا باشمهندس، جابت لنا المرض. مش ممكن انت اللي بتسوق غلط وبتضيع مجهودك يا قائد. انت بتقول ايه يا باشمهندس؟ الاسطى رفيق ملك الطريق بيسوق غلط، وبعدين ايه يا قائد اللي انت عمال تقولها لي دي؟ طب تعالى معايا بس يا قائد، تعالى معايا. يا عم انت واخدني على فين؟ تعالى هفهمك حاجه. يا رفيق ملك الطريق ما يتعملش كده. اقعد بس يا قائد، اقعد. هيقول لي يا قائد برضه. دول يا قائد 3 انواع من المشاكل بتواجههم في الشارع وبيرهقوك. اسمع. اول نوع من المشاكل هي المشاكل الثابته، عربيه خضار في نص الشارع، عربيه واقفه كده يعني. عشان تعرف تتعامل مع المشاكل الثابته لازم تبقى انت المتحرك قبل ما توصل لها، تحلل المشهد، تاخد قرار، تنفذه من بدري. تاني نوع بقى المشاكل المتحركه، عربيه بتركن، عربيه طالعه من ركنه، عربيه داخله دوران. في حاله المشاكل المتحركه اللي مطلوب من حضرتك تبقى انت اللي ثابت وتراقب فعل اللي قدامك عشان تختار رد فعل مناسب. تالت نوع بقى الناس يا قائد، مطلعين عيني دول هندسه والله، وخاصة بقى اللي عاطينك ظهرهم وقريبين من العربية، رجلك على الفرامل وكلاكس بسيط واصبر، الدنيا ما طارتش. وبلاش بقى التط والسرينة اللي انت مركبهم دول وبيجيبوا سرعة للخلق. كل اللي انا قلته ده لو نفذته صح هتلاحظ فرق كبير في مجهودك الذهني والعضلي وانت سايق. فكرة بقى انك مع الثابت متحرك ومع المتحرك متحرك وقاعد تديها طول اليوم هتتعبك يا قائد. شفت بقى بسيطة ازاي؟ اما العلم نور برضه يا جدعان، توكلنا على الله. تمام يا اسطى رفيق. اصل يا قائد